مخبولون، وذولا ناس يعني يتكلمون بلغة عجيبة وغريبة، لغة أهل الجواميس وأهل الأهوار وأهل التخلف. يعني ذولا الناس احنا نسميهم شروقية. شروقية إيه، ناس متخلفون. ذولا عايشين شرق دجلة، وذولا عادة ما يكونون ليسوا بعرب ولا عراقيين ولا من العشائر يا شيخ. طبعا ذولا اللي أعطاهم الهويات اللي يتوثق كونهم عراقيين عبد الكريم قاسم بالستينات من القرن الماضي. ذولا ناس أغلبهم اللي سكنوا بغداد والمناطق السنية، أغلبهم ليسوا بعراقيين ولا حتى عرب. هؤلاء جاءونا من دول أخرى، إيران وباكستان. أبو زهراء اعترف يا شيخ، هو يقول أنا من فيلق بدر وأعيش في إيران. فهؤلاء عندهم عقدة من الأصلاء، الدخيل عنده عقدة من الأصيل، فلا بد أن يزيحه حتى لا يذكره بنقصه. يعني السني هو ابن بغداد. السنة قبل 100 سنة كان نسبتهم في بغداد 95%، وأكو 5% من الناس الشيعة الموجودين، أغلبهم ناس يعني عشائر عربية وكذا. وأنا لا أؤمن بأنه التشيع عربي وما أدري إيش هاي كلها، لكن هذول موجودين. اللي جتنا الموجات بعد ذلك هي موجات أغلبهم هؤلاء ليسوا بعرب أصلا ولا حتى عراقيين، إنما توطنوا في العراق. عبد الكريم قاسم لأن أمه شروقية تعاطف معهم وأعطاهم المستندات اللي توثق كونهم عراقيين، فبتلك الهوية الوطنية. لذلك الهوية الوطنية بصالحهم مو بصالحي. أنا بالهوية الوطنية ذبحت وأخرجت من بغداد، وهو بالهوية الوطنية توطن بغداد. هذه المفارقات التي لا يتكلم فيها فقهاء العلم الماضوي الخالي، اللي هم مو فقهاء نوازل، هم فقهاء مراحل ماضية. هذه حقيقة الحال.